الحقيقة أنا بتفاجئ في كل مرة بتأمل فيها قصة سيدنا زكريا، إزاي رغم استحالة الأسباب كان متيقن من الإجابة بالشكل ده، وفضل يدعي ويلح في دعائه ويتلمس مواضع السعة لما يدخل على ستنا مريم المحراب ويلاقي عندها من خير ربنا. وهنالك دعا زكريا ربه، فيدعي ويدعي ويجنب كل حسابات العقل على جنب، لأنها بالمنطق مستحيلة لكن عند ربنا مقضية، لحد ما يجي القول الفصل من ربنا ويقول: فاستجبنا له. تختلف القصص، لكن يفضل اليقين في الله موضع التشابه الثابت، ويجي الخبر إن فرعون هيقتل كل الأطفال الذكور في المدينة، فربنا يدخل إلهام في قلب أم مغلوبة على أمرها: إذا خفتي عليه فالقيه في اليم. فتنفذ أمر ربنا بدون تفكير، وهي كل اللي بتملكه قلب مؤمن إن ربنا هيرد لحضنها من تاني زي ما وعدها. ومن قصر فرعون لعرض الصحراء بنلاقي هناك ستنا هاجر لوحدها مع طفل رضيع بيبكي في ايديها من شدة العطش، بعد ما سابها سيدنا إبراهيم هناك بأمر من ربنا، وكان كل تعليقها: الله أمرك بهذا؟ إذن فلن يضيعنا.